السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة حكيمة في أندلسية. كنعتذر لكم هادي شحال ما حطيت حتى حاجة في القناة ديالي. عندي كنت مشغولة شوية، عندي شي أغراض كنقضيهم وخدامة شوية. وما عنديش الوقت باش نسجل ولا نخرج على برا نسجل ولا نسجل في داري، يعني ما كنت عامره وما عنديش الوقت باش نسجل. ودابا سجلت، بغيت نسجل هذا الفيديو ولكن ما سجلتوش من الاول، ولكني غادي نعاود لكم كيفاش صايبت مطيشه المعلبه او مطيشه الحك كما كنقولوا بالدارجه المغربيه. ايوا ونبدا معكم من الاول كيفاش صايبتها، واخا انني راني دزت مراحل، يعني درت غير النهايه غير مطيشه، غادي نوريكم مطيشه، ولكن مره اخرى ان شاء الله مني غادي نبغي نصايبها غادي نوريكم مرحله من البدايه حتى النهايه. دابا غادي نعاود لكم بالتفصيل كلشي كاع المراحل اللي دزت بها، ولكن مره اخرى ان شاء الله غادي نصور معكم كيفاش. دابا عندي هاد المطيشه عندي هاد الحبيبه هادي غادي نوريكم غير حبه، يعني بلا ما نوريكم كيلو ولا 2 كيلو ولا. هادي مطيشه يعني ملي كنشدها كنقضي بها الاشغال الاخرين، يعني ندير بها شلاضه ولا شي طاجين ولا حوت ولا هكاك، يعني كنغسلها وكنقيها. وهذاك القشور هاد القشور هذا مطيشه يعني كنحتفظ به، فين ما لقيت شي مطيشه كنحتفظ بها في الفريغو، يعني في المجمد، فهمتيو؟ فين ما لقيت شي مطيشه كنحتفظ بها، كنحل ديك الميكا وكنزيد عليها. فين ما لقيت ولا حكيت الحريره وبقات لي القشور د مطيشه كنحتفظ بها، يعني حتى جمعت 1 الكيلو، يعني تكون مغسوله. اول حاجه خصها تكون مغسوله باش نحتفظ بها في المجمد. يعني حتى جمعت واحد القدر هنايا، انا ما عبرتش بصراحه مشحال جمعت، يعني جمعت 2 ميكات ونط، وقلت غادي نمر بديك سميتو غادي نصايب بها. شديتها منين جمعت داك القدر هذا، حطيته في الكوكوط. حطيته في الكوكوط، زدت عليه 1 2 كيسان ديال الماء، ودرت فيه واحد شي معلقه ديال الملحه، معلقه معمره صغيره، معلقه د القهوه يعني صغيره، باش نحتفظوا بها بديك الملحه ديالها يعني. وسديت عليها مجمده، مطيشه مجمده، وزدت عليها 2 كيسان ديال الماء وواحد القدر ديال الملحه، وسديت عليها الكوكوط واحد ربع ساعه، يعني حتى عرفت مطيشه طابت، حتى عرفت داك القشور د مطيشه طاب مزيان. ايوا وخليتها حتى بردات، وطفيت عليها ديك ربع ساعه ولا ثلث ساعه، وطفيت عليها وخليتها حتى بردات. وبديت كنطحن فيها، يعني بمولينكس اللي عنده الكاس كيعمر الكاس وكيطحنها مزيان، واللي عنده غداك الباطوغ يعني كيطحن به داك اليد كيما هذا اللي عندي انا، كنطحن غير بداك اليد، ما عنديش الكاس، كنطحنها بداك اليد داك الباطوغ، يعني حتى طحنتها مزيان. وبقيت منين طحنتها وهزيت الصفاي وبقيت كنصفيها، يعني كندير الشبكه ديك الصفايه وكنصفي حتى كملت داك القدر اللي عندي اللي عطاتني. ومنين كملت صافي، منين صفيتها وعطاتني هاد المطيشه هادي، يا سلام، زعما راه شنقول لكم، طلعت خطيره المطيشه، يعني معلبه هانت، حمراء وصافيه ما فيها لا قشور لا والو، يعني بصراحه. وغادي نخدم بها الحريره ان شاء الله، نهار غادي نخدم بها الحريره غادي نسجل واحد الفيديو كيفاش خدمت بهاد المطيشه هادي، وكيفاش خرجت لي الحريره ديالي، واش مزيانه ولا ما مزياناش ولا. يعني انا مريت بالتجربه وبغيتكم حتى نتوما تمروا بهاد التجربه هادي وتصايبوها، رائعه بصراحه. يعني القشور د المطيشه راه فيتامين اصلا، وبها كيصوبوا، قال لك بها كيصوبوا مطيشه المعلبه ومطيشه الحك كما كنقولوا حنايا في المغرب.
بصراحة يا سلام والله العظيم، إلا أنني منين صايبتها ومريت وطحنتها وخرجت لي هاد المطيشة هادي، قلت والله تنسجل مع الأصدقاء ديالي والصديقات ديالي المتتبعين القناة ديالي ونوريهم كيفاش الشكل النهائي د المطيشة. ما شاء الله شوف كي دايرة، هانت جات يا سلام بصراحة، كتحمق. ان شاء الله كنتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم وتمروا حتى نتوما بالتجربه، علاش لا، مروا بالتجربه، صايبوها وصايبوا بها الحريره، وكل وحده غتخلي لي في التعليق الا صايبتها غتخلي لي في التعليق كيفاش خرجت لها المطيشه. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم، وحاولوا تابوناو للناس اللي اللي شافوا هذا الفيديو هذا اللي ما مابونيش في القناه حكيمه في اندلسيا، يحاولوا يتابوناو معايا وخليوا لي التعاليق ديالكم الجميله. كنتمنى تخليوا لي شي تعاليق الجميله. يلا الى الفيديو المقبل ان شاء الله. يلا كنتمنوا تمروا بالتجربه كما مريت بها انا وتصايبوا بها حتى نتوما. الا مريتوا الا طحنتوها خليوا لي التعليق، الا درتوا بها الحريره خليوا التعليق. ان صافي نخليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله. انا غادي نصايب بها الحريره، وغادي نعطيكم الشكل النهائي ديال الحريره ديالي، وغادي نقول لكم كيفاش صايبت، كيفاش طلعت لي، كيفاش طلعت لي الحريره كما كنقولوا، كيفاش طلعت لي الحريره هاد المطيش هادي. يلا نخليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله، ورمضان مبارك سعيد.